وده موضوع كل التراجيديات القديمة من أوديب لأنتيجونا، تحاول تتفادى فتقع. وسارتر بيقول في حالة بودلير الكلام ده تمثيل سينما، لأن لو بودلير كان فعلا عايز يقاوم قدره الوحداني ما كانش عمل كل اللي يثبت وحدته، ما كانش لعب دور الإنسان المنعزل، الإنسان اللي بيبعد عن العالم، اللي يتلذذ بالتمايز وباحتقار معاصريه. الوحدة دي بودلير أرادها، بناها بسلوكه وبالتحديد بنرجسيته. سارتر بيقول بودلير رجل منحني على ذاته، رجل يتأمل نفسه وهو يتأمل. وانت ما تقدرش تدخل في علاقة حقيقية مع الآخر وانت مركز طول الوقت على نفسك، وانت بتراقب نفسك وانت بتراقب، وبتفكر في نفسك وانت بتفكر. بودلير وحيد لأنه يعيش نفسه كوحيد، وبعدين يستخدم نتيجة سلوكه الانعزالي علشان يقول أهو أنا وحيد، ويحول الوحدة من نتيجة الاختيار إلى سبب أصلي، قدر. بودلير استحق وحدته عند سارتر لأنه اختارها، وكل التفسيرات التراجيدية والميتافيزيقية اللي استخدمها علشان يشتكي من وحدته ويتلذذ بشقائه ما هي إلا أعذار حتمية. بيقول سارتر نصاً: الموقف الأصلي عند بودلير هو موقف إنسان منحني على نفسه زي نارسيسوس، مفيش عنده وعي مباشر إلا وهو مخترق بنظرة مشدودة. إحنا لما نشوف شجرة أو بيت ونغرق في تأملهم بننسى نفسنا. بودلير هو الإنسان اللي عمره ما بينسى نفسه، هو بيتفرج على نفسه وهو بيشوف علشان يشوف نفسه وهو بيشوف. الوعي اللي بيتراقب واللي حاسس إنه مراقب وهو بيقوم بأفعاله المعتادة بيفقد تلقائيته، زي طفل بيلعب تحت عين الكبار. التلقائية اللي بودلير كان بيكرهها جدا وفي نفس الوقت بيحن لها مش موجودة عنده أصلا. كل حاجة عنده مزورة، لأن كل حاجة متفتشة، أقل مزاج، أضعف رغبة لازم تتشاف وتتفك شفرتها. هنا فلسفياً عندنا مادة تقيلة جداً، وكل اللي قلناه قبل كده عن الوجودية هيخلينا نفهم الصورة بوضوح أكتر. سارتر بيقول بودلير نرجسي، والنرجسي هو اللي بيعجب بنفسه، يعجب من نظر ومن مرآة، يعني بودلير بينظر لنفسه. فلسفياً وحدة بودلير لازم تتفهم، وده هو التناقض، وده في نفس الوقت هو المفتاح. وحدة بودلير لازم تتفهم على إنها انفصال بين بودلير المراقب وبودلير المراقب، يعني بين وعي انعكاسي، وعي بيرجع على نفسه وبيشوف نفسه، وبين وعي منعكس اللي هو الوعي كما يرى من قبل نفسه. الازدواجية دي عند سارتر هي ازدواجية ذات وموضوع. في نفس اللحظة اللي بودلير فيها ذات بتراقب بيحول نفسه لموضوع للمراقبة. وده معناه إيه؟